هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد طلاب الصف الرابع الابتدائي أصحاب منهج كونكت 4. بنكمل مع بعض يونت 3 الوحدة الثالثة بعنوان Why are the plants green؟ يعني لماذا النباتات plants green خضراء. وبنكمل مع بعض lesson 2 الدرس الثاني بعنوان plants in Egypt يعني النباتات في مصر. هنعرف بقى ايه انواع النباتات واسامي النباتات في مصر وكل مكان او كل نبات بيكون فين مكانه بالظبط. هنتعلم حاجات حلوه قوي، بس بفكرك تجيب ورقه وقلم، تكبر الشاشه، علي الجوده، اكتب ورايا الكلمات اللي بقولها ورددها كمان ورايا. صدقني مش هتخرج من الفيديو ده غير وانت حافظ الدرس كله، وكمان بتعرف تحل عليه اي سؤال. كمان هنشرح مع بعض جرامر الكومباراتيفز يعني المقارنه او صيغه التفضيل. هنشرح الجرامر ده مع بعض وهنحل عليه. مش هسيبك في الفيديو الا لما تكون واثق تماما انك خلاص شربت الدرس ده وعارف تحله كويس جدا. بس بفكرك لو انت اول مره بتشوفني يلا على طول اشترك في القناه وفعل الجرس عشان تواصل كل الفيديوهات اللي هنزلها بعد كده، وكمان المراجعات النهائيه بتاعه الامتحان. كمان يسعدني قوي انك تشترك على جروب التليجرام. اسفل الفيديو هتلاقي اول لينك في صندوق الوصف جروب التليجرام، تشترك فيه. ابعت لك كل الحاجات اللي احنا بنحفظها وكمان الاسئله اللي احنا بنحلها على الجروب، بحيث ان انت يبقى معاك في اي وقت تقدر تحلها. كمان اللينك اللي تحتيه على طول فيديوهات سنه رابعه لو انت اول مره بتشوفني، اللي فات كله تقدر تشوفه ان شاء الله. يلا بقى عشان انا رغيت كتير، ليتس ستارت. واول كلمه او اول نبات هنتعلمه في الفيديو هو نبات عباد الشمس، اسمه sunflower. سهل جدا، خدنا الليسون اللي فات flower يعني زهرة. لما نقول sun يعني شمس، طيب sunflower يعني زهرة عباد الشمس. sunflower عباد الشمس، زهرة عباد الشمس sunflower زهرة عباد الشمس. sunflower. طيب كمان في زهرة اسمها زهرة اللوتس، lotus flower. lotus flower يعني زهرة اللوتس، نوع من انواع الازهار اللي في ايجيبت في مصر. عندنا ايه في مصر plants in Egypt؟ عندنا sunflower زهرة عباد الشمس، عندنا lotus flower. يبقى sunflower عباد الشمس، lotus flower زهرة اللوتس. كمان عندي روز اللي هي الوردة الحمراء البلدي، اسمها روز وردة روز. أما زهرة flower زهرة عباد الشمس sunflower، زهرة اللوتس lotus flower، وردة بلدي وردة روز. كمان عندنا bean plant نبات الفول. bean يعني فول bean plant يعني نبات الفول bean plant نبات الفول bean plant طيب يا ترى عندنا ورود تانية in Egypt في مصر؟ يس، عندنا زهرة اسمها daisy اللؤلؤ. daisy دي A وراها I فنقول A daisy زهرة اللؤلؤ. daisy زهرة اللؤلؤ. يبقى ايه هي البلانتس in Egypt في مصر؟ sunflower زهرة عباد الشمس، lotus flower زهرة اللوتس، روز وردة. كمان عندي bean plant نبات الفول bean plant. وكمان عندي daisy اللؤلؤ زهرة اللؤلؤ اسمها daisy. طيب كمان عندنا plants تانية in Egypt. يس، عندنا نبات اسمه reed يعني القصب. reed دبل اي بنضحك قوي. reed نبات القصب اسمه reed نبات القصب reed. كمان عندنا الشجرة، نوع من انواع الشجر اللي بينمو في الصحراء اسمه اكاشيا.
أكاشيا. تعالوا نكتبه كده، اسمها شجرة الصمت. AKCA شا. السي لما يجي وراها حرفين متحركين بنطقها ش. أكاشيا 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 أكاشيا. شجرة الصمت، الشجرة دي اسمها أكاشيا أكاشيا أكاشيا. كمان عندنا شجرة تاني اسمها تاماريسك. تاماريسك تاماريسك دي شجرة بتبقى جريدة الأغصان، يعني ما فيهاش أغصان كتير، نحيلة الأغصان، اسمها تاماريسك. تاماريسك 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 تاماريسك. شجرة التاماريسك شجرة تاماريسك تاماريسك شجرة التاماريسك. أكاشيا دي شجرة، أكاشيا. تاماريسك دي برضو شجرة. وكمان عندنا شجرة اسمها أورنج تري، شجرة البرتقال. أورنج أورنج تري، شجرة البرتقال. أورنج تري أورنج تري أورنج تري. تعالوا نراجع أنواع الزهور اللي في إيجيبت، في مصر. إيه هي يا ترى أنواع البلانتس إن إيجيبت؟ عندنا sunflower عباد الشمس، lotus flower زهرة اللوتس، عندي روز وردة بلدي، عندي bean plant bean plant زهرة أو نبات الفول، bean plant bean plant. كمان عندي daisy اللؤلؤ، daisy شجرة اسمها اللؤلؤ أو زهرة اللؤلؤ اسمها daisy daisy daisy. القصب اسمه reed اللي هو النبات الطويل ده اسمه reed. كمان عندي شجر، أنواع الشجر بقى أكاشيا أكاشيا أكاشيا، تاماريسك. وعندي orange tree شجرة البرتقال orange tree. آخر نوع بقى من البلانت النباتات egg plant الباذنجان. عارفين الباذنجان؟ egg plant egg اللي هي البيضة، plant egg plant يعني الباذنجان. egg plant وهي دي البلانتس ان ايجيبت، النباتات في مصر. طيب عندنا بقى مهمة جدا 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 دي وركزوا معايا فيها، agricultural يعني زراعي. لما اقول الاول خلينا ناخد كلمة habitat يعني موطن، habitat يعني بيئة أو موطن احنا بنعيش فيه. يا ترى احنا عايشين في أنهي بيئة؟ أنهي habitat بيئة. عندنا 3 أنواع من البيئات اللي الإنسان ممكن يعيش فيهم، زي كلمة agricultural habitat البيئة الزراعية. بصوا لو نطقناها صح هنعرف نكتبها صح، واحدة واحدة كده معايا. agree cul tur al تبقى agricultural. قسمها عشان تعرف تكتبها وتنطقها. agricultural habitat البيئة الزراعية. agricultural habitat agricultural habitat agricultural habitat agricultural habitat agricultural habitat agricultural habitat agricultural habitat. الشاطر بس اللي بيقول ورايا agricultural habitat agricultural habitat agricultural habitat agricultural habitat agricultural habitat. البيئة الزراعية. البيئة الزراعية دي أكيد هنزرع فيها، البيئة اسمها البيئة الزراعية، يعني أكيد فيها عملية زراعة والنبات بينمو كثيرا في البيئة الزراعية. agricultural habitat agricultural habitat agricultural habitat البيئة الزراعية. البيئة الزراعية دي مين بيعمل فيها؟ الفارمرز الفلاحون. farmers الفلاحون. work here بيعملوا هنا. here بمعنى هنا. farmers work here. الفارمرز بيعملوا في البيئة دي، في الagricultural habitat. بيعملوا ايه؟ they grow food بيزرعوا أطعمة أو طعام. they grow food for us لنا.
they grow food for us لنا. they grow food for us لنا. they grow food بيزرعوا طعام. they grow food for us لنا. they grow food for us لنا to eat لكي نأكله. they grow food for us to eat. 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 بيزرعوا طعام for us لنا to eat لكي نأكله. عشان لو جات لك في الجمل الترتيبية تعرف ترتبها. they أول حاجة الفارمرز بيعملوا إيه؟ work here بيشتغلوا في الفين؟ في الagricultural habitat. بيعملوا إيه؟ they grow food بيزرعوا طعام for us لنا to eat لكي نأكله. طيب يا ترى بقى ايه انواع البلانتس النباتات اللي بينمو grow in the agricultural habitat في البيئة الزراعية؟ أول نوع من أنواع النبات اللي بينمو في البيئة الزراعية هو البين بلانت. bean plant نبات الفول. bean plant. طيب ايه تاني يا ترى بيتزرع في البيئة الزراعية؟ orange tree شجر البرتقال. orange tree يبقى شجر البرتقال orange tree. وكمان البين بلانت نبات الفول grow يكبروا أو ينمو فين؟ in agricultural habitat في البيئة الزراعية. طيب تاني نوع من أنواع البيئات عندي أنهار يعني rivers. أنهار rivers R-I-V-E-R-S أنهار rivers أنهار rivers. طيب بحيرة اسمها lake. lake لو جمعناها تبقى lakes بحيرات. عندنا بقى بيئة اسمها بيئة الأنهار والبحيرات يعني rivers and lakes يعني بيئة الأنهار والبحيرات river and lakes أنهار وبحيرات river and lakes. بيقول لك بقى إن البلانتس النباتات plants near القريبة من. near يعني قريب من. قريب من. البلانتس near rivers and lakes النباتات القريبة من الريفر and lakes من الأنهار والبحيرات need تحتاج إيه؟ a lot of water ماء كثيرا. يبقى النبات اللي جنب البحيرات والأنهار بيحتاج a lot of water. need a lot of water ماء كثيرا. a lot of water ماء كثيرا من الماء. يبقى plants near rivers and lakes النباتات القريبة من الأنهار والبحيرات need تحتاج a lot of water ماء كثيرا. يا ترى زي ايه النباتات اللي في مصر بتحب تعيش جنب near rivers and lakes قال لك اللوتس زهرة اللوتس فلاور. وكمان زهرة الريد القصب. يبقى ريد وكمان لوتس فلاور بيعيش كمان في الريفرز اند lakes. ليه؟ need بيحتاج a lot of water ماء كثيرا. need a lot of water ماء كثيرا. آخر بقى بيئة عندنا خدنا agricultural habitat بيئة زراعية. rivers and lakes بيئة الأنهار والبحيرات. آخر بيئة معانا هي desert habitat البيئة الصحراوية. desert habitat البيئة الصحراوية. desert habitat البيئة الصحراوية. desert habitat البيئة الصحراوية.
desert habitat desert habitat. بيقول لك بقى في البيئة الصحراوية دي there isn't much rain. there is خدناها قبل كده يوجد للمفرد. there is يوجد للمفرد. طب there isn't معناها لا يوجد. there isn't لا يوجد much rain مطر كثير. much خليها بلون مختلف عشان نحفظها. much rain مطر كثيرة in the desert في الصحراء. there isn't much rain here أو in the desert في الصحراء. there isn't much rain لا يوجد مطر كثيرة. there isn't much rain. there isn't لا يوجد. there isn't لا يوجد much rain مطر كثيرة. there isn't much rain لا يوجد مطر كثيرة. there isn't much rain. there isn't much rain. there isn't much rain لا يوجد مطر كثيرة. عشان كده البلانتس النباتات that live التي تعيش in the desert في الصحراء don't need much water مش محتاجة مية كتير. don't need much water أو don't need a lot of water. تعالوا نقولها تاني واحدة واحدة. plants النباتات that التي live تعيش in the desert في الصحراء. plants that live in the desert don't need لا تحتاج. don't need لا تحتاج. لا تحتاج ايه؟ a lot of water ماء كثيرا. don't need a lot of water لا تحتاج ماء كثيرا. don't need a lot of water. يبقى plants that live in the desert plants that live in the desert النبات الذي يعيش في الصحراء don't need a lot of water لا يحتاج مطر كثير أو مية كثير. مش بيحتاج أصلا مية بينمو من غير مية كتير. زي ايه البلانتس دي؟ ايه أنواع النباتات اللي مش بتحتاج مية وتقدر live in the desert can live تقدر تعيش in the desert. أول نوع عندي الأكاشيا اللي هو شجرة الصمت. أكاشيا وكمان تامارسك شجرة التامارسك. الاتنين دول live in the desert يعيشوا في الصحراء. تامارسك زي مين؟ اللي بيعيش في الديزرت هابيتاتس تامارسك وكمان أكاشيا دول بيعيشوا في الديزرت هابيتات. تعالوا بسرعة agricultural habitat البيئة الزراعية بتعمل ايه؟ farmers work here الفلاحون بيعملوا هنا. كمان زي grow food for us to eat بيزرعوا طعام لينا عشان ناكله. طيب مين النباتات اللي بتعيش في الagricultural؟ bean plant واورنج tree. بعد كده عندي الريفرز اند ليكس الانهار والبحيرات. مين اللي بيعيش في البيئة دي او النبات اللي بيعيش فيها؟ الريد القصب وزهرة اللوتس. ليه؟ عشان هما plants near rivers and lake اللي بالقرب من البحيرات والأنهار need a lot of water يحتاجوا مية كثير. عكس الصحراء بقى don't need a lot of water لا يحتاجوا مية كثير زي التامارسك والأكاشيا شجرة الصمت وشجرة التامارسك. يبقى ليه؟ عشان في البيئة الصحراوية دي there isn't much rain. لو قال لي بقى اكتب جمل عن الديزرت هابيتات البيئة الصحراوية اقول there isn't much rain لا يوجد مطر كثيرة. وكمان plants that live in the desert don't need a lot of water لا تحتاج مية كثير. اقدر اكتب الجمل دي. طيب مين النبات اللي بينمو؟ نقول تامارسك and acacia can grow يقدروا يكبروا in the desert في الصحراء. tamarisk and acacia can grow خدنا طبعا ينمو grow الحلقة اللي فاتت grow in the desert في الصحراء. طيب تعالوا بقى نشوف الفرق كده او المقارنة ما بين الانواع بتاعة الزهور. اول زهرة معانا how big is the flower يعني كم الكبر بتاع الفلاور. How big is the flower يعني كم كبره. عندي بقى مقارنة ما بين 3 أنواع من الزهور. دايزي زهرة اللؤلؤ، روز الوردة، sunflower زهرة عباد الشمس.
how big is the flower كم الكبر كبيرة قد ايه عندي دايزي 2.5 من 2 سنتي ونص لحد 5 سنتي دي الكبر بتاعها ما بين زهرة الورد دي عبارة عن 6 سنتي يعني أكبر منها 6 سنتي الكبيرة يعني أكبر منها زهرة بقى الفلاور أكبر واحدة 7.5 من 7.5 سنتي ل 15 سنتيمتر ل 15 سنتي يعني كبيرة أكبر واحدة فيهم بعد كده عندي how tall فاكرين طبعا how tall كم الطول is it كم طولها تعالوا نشوف الدايزي زهرة اللؤلؤ 10 سنتيمتر 10 سنتي ما بين انما بقى الروز الوردة 60 سنتي زهرة السانفلاور من 1 لحد 3.5 من 1 متر ل 3.5 متر أكبر واحدة يبقى السانفلاور أكبر في الشكل وكمان أكبر في الطول أطول How long does it live يعني كم المدة الذي يعيشها How long does it live الديزي بتعيش 6 days 6 أيام أما الروز بتعيش 10 days 10 أيام ولكن السانفلاور بتعيش 2 weeks اسبوعين يعني 15 يوم يبقى sunflower لحد دلوقتي هي الكسبانه هي الاكبر وهي الاطول وهي كمان اللي بتعيش اكتر اخر سؤال how heavy is it كم ثقلها كم وزنها الديزي 20 جرام 20 جرام الروز 50 جرام 50 جرام اما السانفلاور 200 جرام كده السانفلاور هي اللي كسبانه هي الاطول هي الاكبر هي الاتقل وهي اللي بتعيش اطول طيب كمان بيقول لي معلومه ان الروز الورده is taller than اطول من the daisy اطول من الديزي من زهره اللؤلؤ the daisy الديزي بقى is more colorful يعني ملونه اكتر than the rose من الوردة هي اللؤلؤ ملونة أكتر منها ملون يعني colorful ملون ملون يعني colorful ومن هنا هننتقل بقى على الجرامر بتاع النهاردة جرامر الوحدة اللي فاتت كان بيتكلم عن المقارنة بين اتنين لما بقارن بين اتنين بضيف للصفة er than يعني مثلا عندي صفة اسمها fast سريع خلي بالك بقى ان احنا بنتكلم عن الصفات يعني محدش يتكلم عن الفيرب الفعل اللي هو يكبر وينمو ويزرع وينام ويطير ويجري دي افعال ملناش دعوة بيها احنا النهاردة بنتكلم عن الصفات زي كلمة fast يعني سريع زي كلمة tall يعني طويل زي كلمة short يعني قصير زي كلمة nice يعني دي صفة يعني جميل زي كلمة scary يعني مخيف زي كلمة heavy يعني ثقيل تمام يبقى الصفات دي لو عايزة أقارن بين اتنين بضيف للصفة er than لما بقارن بين اتنين بضيف للصفة er than يعني أقول faster than أسرع من taller than أطول من shorter than أقصر من nicer than ألطف من بس ساعتها بنشيل الإي عشان هنا في ER خلاص فبنشيل الإي دي فبنقول nicer than ألطف من طيب scary مخيف بنقول scarier than بس بيبقى شكلها كده scare ونشيل الواي ونحطها اي قبل ما نحط الاي ار تبقى scarier than يعني بيخوف اكتر من scarier than heavy زيها بشيل الواي واحط اي قبل ما احط الاي ار than تبقى heavier than يعني اتقل من ودي لما بقارن بين اتنين خدناها المره اللي فاتت او الوحده اللي فاتت طيب كمان لو صفه طويله ينفع ازود لها اي ار لا بقول مور قبل الصفه اقول مور صفة than يعني أقول مثلا more beautiful يعني جميل دي صفة طويلة قوي لازم أطولها وأحط ER؟ لا أقول more beautiful than أكثر جمالا من ده اللي احنا خدناه الوحدة اللي فاتت لما بقارن بين اتنين أضيف للصفة ER than لو صفة طويلة more صفة than لازم الصفة تبقى في النص
ما بين more وما بين than. more صفة than. more beautiful than أكثر جمالا من. more dangerous than أكثر خطرا من. dangerous يعني خطير. خلي بالك احنا بنقارن بين الصفات. الصفات محدش يضيف لي ER للفعل. ال ER بتضاف للصفة. الصفة دي اللي هي طول طويل short قصير heavy تقيل. الصفة اللي بتصف الإنسان أو الحيوان أو الشيء هي دي اللي بقارن بيها. بحط للصفة دي ER than أو لو صفة طويلة more صفة than. النهاردة بقى في وحدة النهاردة بناخد صيغة التفضيل. دي أنا بقارن بين اتنين فبحط ER than أو more صفة than. استنوا كده خلينا نكبرها شوية عشان تفهموها أكتر. أنا كده بقارن بين اتنين. أحط للصفة ER than ولو صفة طويلة يبقى more صفة than. هقارن بقى بين واحد ومجموعة 3 مثلا أو 2 تانيين. عايزة أقول بقى إن ده هو أطول منهم هما الاتنين، يعني هو أطول واحد. أقولها إزاي بقى؟ لازم 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 يكون في كلمة ذا. لازم يكون في كلمة إيه؟ ذا يعني ال. بعد كده أجيب tall اللي هو الصفة طويل وأحط لها est اللي هي EST. يبقى لما بقارن بين مجموعة ذا صفة est. ذا صفة est. لما بقارن بين مجموعة ذا صفة est. لما بقارن بين مجموعة ذا صفة est. يعني أقول ذا وأقول الصفة وأقول est. طيب تعالوا نقول جملة عشان نفهمها أكتر. أقول مثلا سلمى is. اوعى حد ينسى verb to be. لازم عشان أكون جملة فيها صفة لازم أقول أما وإذا وآر. أقول سلمى is ذا، خليها بلون مختلف، ذا tall est. يبقى سلمى is the tallest. سلمى الأطول. يبقى لما بقارن بين مجموعة ذا صفة est. لما بقارن بين مجموعة ذا صفة est. طيب لو صفة طويلة زي ER زي beautiful كده أزود لها est أطولها أكتر؟ لا، قالوا لك بنقول the most قبل الصفة. the most وبعد كده الصفة زي dangerous أو beautiful. the most beautiful يعني أكثر جمالا. نقول مثال سلمى، هو المثال على سلمى النهارده. سلمى is the most beautiful يعني الأكثر جمالا in the class في الفصل. هل أنا كده قارنت ما بين حد ولا ما بين الفصل كله؟ يبقى لو ما بقارن بين اتنين بضيف للصفة ER than أو more صفة than، يعني لازم يكون في كلمة than. طيب لما بقارن بين مجموعة ذا صفة est أو the most قبل الصفة. ذا صفة est the most قبل الصفة، يعني في الحالتين لازم يكون في كلمة ذا. يبقى أول ما ألاقي ذا THE ذا يبقى كده أنا بقارن بين مجموعة ذا صفة est the most قبل الصفة. ذا صفة est the most قبل الصفة. طب لما بقارن بين اتنين لازم يكون في كلمة than. ER than more صفة than. ER than more صفة than. لما بقارن بين مجموعة ذا صفة est أو the most. تعالوا بقى دلوقتي نحل عليها عشان نفهم أكتر. أول سؤال معانا my city is the. يلا احنا أول ما نلاقي the يبقى place to live. عايز يقول بقى the nicest بس nicer than nice. طالما لقيت the يبقى the صفة est يبقى the nicest. ينفع أقول the؟ لا، يبقى هختار the nicest الألطف. my city مدينتي is the nicest place أفضل مكان to live لكي أو للعيش. تعالوا نشوف number 2. I think
أنا أعتقد the rose يعني الوردة is the. قلنا أول ما ألاقي the لا إما the صفة is أو the most قبل الصفة. يبقى عندي هنا ينفع أقول much, beautiful, most, more. لا إما the ما ينفعش أقول more. أقول the most beautiful يعني أكثر وردة جميلة. Number 3 the elephant is fattest الأتخن. طالما لقينا صفة فيها fat وفيها est نبقى نقول the fattest الأتخن the fattest animal يعني أتخن حيوان. يبقى عايز the. بعد كده I have يعني أنا أملك. suitcase معناها حقيبة سفر. suitcase أقول بقى the heaviest الأتقل heavier than أتقل من the most heavy أو heavy. heavy دي صفة قصيرة ولا طويلة؟ قصيرة. يبقى أقول the صفة est. يبقى أقول الأتقل the heaviest suitcase. طب ليه ما قلتيش heavier than يا ميس؟ أنا هنا بقارن من مين؟ بقارن بين اتنين؟ ولا هي الشنطة الوحيدة اللي أتقل واحدة؟ ما بقارنش ما بينها وما بين شنطة تانية. فعشان كده قلت the heaviest. بعد كده عندي the sunflower ظهرت عباد الشمس is the. برضو لقيت the. يبقى أقول لا إما the صفة est the most قبل الصفة. tall دي صفة قصيرة يبقى هقول the tallest plant يعني أطول نبات. بعد كده عندي sharks أسماك القرش are sea animals. هل هنا أنا بقارن بين اتنين؟ أنا بقارن ما بين الحيوانات البحرية كلها. يبقى more dangerous than ولا the most dangerous ولا dangerous ولا much dangerous؟ طبعا بقارن بين اتنين؟ لا بقارن بين مجموعة ما بين حيوانات البحر كلهم. يبقى the most قبل الصفة the most dangerous أكثر خطرا. طيب بصوا هنا عندي كلمة beautiful عايز يستخدمها في صيغة المقارنة بين اتنين. ولو استخدمناها في التفضيل بقى اللي هو أكتر بين اتنين بين مجموعة بقى الصفة دي طويلة فهقول more beautiful than. أو لو هقارن بقى بين مجموعة أقول the most beautiful. fast faster than the fastest the صفة est. عندي difficult دي صفة طويلة فهقول more difficult than. طب عايز أقول أكثر صعوبة the most difficult. عندي small دي صفة قصيرة smaller than أصغر من. طيب ذا صفة est هقارن بين مجموعة the smallest. عندي slow بطيء slower than أبطأ من. the slowest الأبطأ. big bigger than أكبر من. the biggest الأكبر. طيب تعالوا هنا نشوف rearrange الترتيب. نمبر 1 عندي farmers و sunflowers و do و why و grow. طبعا لازم أبدأ السؤال بواي. لماذا؟ زي ما اتفقنا أداة الاستفهام وراها do أو does is أو are أو can. عندي do يبقى why do فين الفاعل؟ farmers. لماذا الفارمرز grow sunflowers يعني بيزرعوا عباد الشمس. نمبر 2 عندي suitcase heaviest I the have. I have أنا عندي. the heaviest الأتقل the heaviest suitcase أتقل شنطة the heaviest suitcase يعني أقول the heaviest الأول وبعد كده أقول suitcase. آخر واحدة في rearrange عندي not و desert الصحراء rain مطرة much كثير there is يوجد in و the. طبعا أبدأ ب there is يوجد إيه؟ there isn't لا يوجد. طالما في not لازم أحطها بعد verb to be. in not بعد verb to be يعني بعد am و is و are. فهقول there isn't much rain. احنا حفظنا الجملة دي على البورد. there isn't much rain لا يوجد مطرة كثيرة in the desert في الصحراء. يعني لو قال لك write a paragraph اكتب paragraph عن ال desert habitat يعني البيئة الصحراوية. أول جملة هنقولها there isn't much rain in the desert لا يوجد مية كثيرة في مطرة كثيرة في الصحراء. ممكن كمان أقول له plants that live in the desert
النباتات التي تنمو أو تعيش في الصحراء don't need a lot of water. لا تحتاج إلى مية كثيرة. ممكن كمان أقول acacia and tamarisk. شجرة الأكاشيا والتامارسك can grow. يقدروا ينمو in the desert. أو ممكن أقول grow بس. acacia and tamarisk grow in the desert. ينمو في الصحراء. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبكم الفيديو ووصلتوا لحد هنا فأنا بحبكم قوي قوي قوي، وما تنسوش تعملوا لايك تقديرا للجهد المبذول، واني قد ايه انا وقفت كل ده قدام البورد عشان اقدم لكم حاجه تليق بيكم. فما تنسوش بقى تقدرونا بلايك وكومنت جميل كده زيكم، وكمان شير لاصحابكم عشان غيركم يستفيد ويقدروا او نوصل بالقناه دي لاكبر عدد من الناس يتابعوا ويبقوا من الشطار زيكم. شكرا واستنونا ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.